في خوف جوانا كلنا بنحسه، الخوف من إن حد يرفضنا أو منكونش كفاية. يمكن تكوني ما تعرفيش النوع ده من الخوف، لكنه بيأثر على كل القرارات اللي انت بتاخديها في حياتك. أنا منى وده فيديو جديد النهاردة. الفيديو ده هتكلم معاكم عن الخوف من الفشل أو الخوف من الرفض وازاي بيأثر على حياتنا. وكمان عايزة أعرفكم على صديقي الجديد وهو المايك الجديد اللي أنا اشتريته. طبعا هو حجم المايك كبير جدا والسلك بتاعه اصلا 3 متر تقريبا. بس هو مش احسن حاجة طبعا، ولكن على قد الميزانية عشان احس ان انا طورت من نفسي شوية او ان انا عملت حاجة جديدة في القناة، يخلي الصوت اوضح شوية لحد ما اظبط ميزانية تانية لمايك احسن ان شاء الله. ايه خوف من الرفض؟ لما كلنا كنا بنحاول مثلا ان احنا نرضي الناس عشان ما نزعلش حد. في ناس كده اللي هي بتبقى عايزة ترضي جميع الأطراف عشان ما تزعلش حد. مع الوقت اتبرمج في عقلنا ان الرفض ده ان احنا ما ينفعش نجرب، ما ينفعش نطلب حاجة، ما ينفعش نبدأ حاجة جديدة، علشان احنا خايفين لو طلبنا حاجة من حد هيترفض او اللي احنا هيرفضها، او اللي احنا نجرب حاجة جديدة في حياتنا خايفين ان احنا نفشل فيها، او اللي احنا نبدأ مشروع جديد او دراسة جديدة او شغل جديد. كل الحاجات دي ممكن ان هي تترفض. بس الحقيقة ان الرفض ده حاجة اساسية في حياتنا، كل شخص ناجح عنده تجربة في الفشل وفي الرفض ده. المشكلة مش في الرفض، والمشكلة مش في الفشل، المشكلة اننا بنربط الرفض ده تقييم لنفسنا، او اللي هو ان انا ما ينفعش ان انا اترفض، ان دي حاجة مثلا مش ما ينفعش الناس تعمل فيا كده. ازاي الخوف من الرفض ده بيأثر عليا، او ازاي يقدر ان هو يبوظ لي حياتي؟ مثلا يخليك شخص مش بترفض طلب لحد، حتى لو جيت على نفسك. خلاص طالع عيني في اليوم ومش قادرة ان انا اعمل اي حاجة تاني، بس في حد طلب مني اروح له مشوار 3 ساعات مثلا، هقوم اروح المشوار لاني مش عايزة ارفض حاجة لحد. مش بحس ان انا لو رفضت حاجة ان انا هعاقب نفسي، او ان انا كده شخص مش كويس، او ان انا خايفة لما اجي اعمل حاجة اترفض. طيب، الناس بقى اللي هم عندهم خوف من الرفض، اول حاجة بيخافوا ان هم يعبروا عن نفسهم. بيخاف كده وسط القعدة ان هو يتكلم عشان ما يلاقيش رفض او تجاهل. بيختاروا الامان بدل المغامرة، اللي هو مثلا شخص اتوظف في وظيفة معينة ما عندوش استعداد نهائي اللي هو يعمل مشروع برا، او اللي هو يفكر في شغل تاني برا. هو عايز الوظيفة علشان يكون في امان مادي ومستقر، مش عايز يغامر في اي حاجة. في الحقيقة احنا اللي بنرفض نفسنا عشان محدش يرفضنا. يعني احنا دلوقتي بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نخليش حد يرفضنا علشان احنا خايفين نترفض، فاحنا بنرفض نفسنا من جوانا علشان محدش يرفض. فاهمين اللفة بتبقى عاملة ازاي؟ ان انا بحاول مرفضش حاجة لحد عشان محدش يرفضني، بس انا في الاساس انا اللي برفض نفسي. انا برفض وجودي وسط الناس وسط العالم عشان خايفة ان حد تاني هو اللي يرفضني. طيب ازاي بقى نواجه المشكلة دي؟ ممنوع ابدا ان احنا نهرب من الخوف ده. اي حاجة في الدنيا في حياتنا عايزين ان احنا نواجهها او عايزين ان احنا نتغلب عليها، بكل بساطة لازم ان احنا ما نهربش من الخوف. هنعتبر مثلا ان الخوف ده عامل زي وحش كبير بيخوف جدا. لازم ان احنا نعرف احنا خايفين منه ليه. احنا عايزين نحمي نفسنا، ولكن احنا بنحمي نفسنا من حاجة غلط، او من حاجة اصلا هي مش بتخوف، اللي هو الرفض. انا عايز احمي نفسي ان انا محدش يرفضني، بس في الحقيقة ان الرفض ده اصلا مش حاجة وحشة او مش حاجة تخوف. تاني حاجة لازم اقبل فكرة اللي انا اترفض. مش كل الناس لازم تحبك، والرفض مش معناه انك شخص وحش. كل مرة حد بيرفضك فيها انت كده بتقربي من الناس اللي هتتقبلك بجد زي ما انت.
فلنفترض مثلا انتي واحدة دلوقتي ارتبطتي في خطوبة كذا مرة، كل مرة كان بيحصل حاجة وبترجعي تاني الخطوبة بتبوظ ومش بتكمل. ولكن في مرة من المرات اللي بعد كده هتلاقي نفسك وصلتي للشخص الصح اللي هيتقبلك زي ما انتي واللي هيكمل معاكي، عشان انتي ما كنتيش مناسبة للأشخاص التانية دي أو هم كانوش مناسبين ليكي. فبالتالي لما توصلي للشخص الصح هتلاقي نفسك متقبلة من جهته. تالت نقطة، لازم تغفري لنفسك كل المرات اللي خفتي فيها، اللي حسيتي فيها أو انسحبتي فيها أو اللي سكتي فيها. كل مرة كنتي بتحاولي انك تحمي قلبك، وده مش ضعف انك ساكتة او مش ضعف انك مش عايزة تتكلمي او مش عايزة تدافع عن نفسك. الموضوع كله بس انك خايفة ان حد ما يتقبلش الكلام بتاعك او ان هو يرفضك. بس الحقيقة انك لازم تغفري لنفسك انك كل مرة سكت فيها عن نفسك، وقتها هتعرفي انك تتغلبي على الخوف اللي جواكي ده من الرفض. طيب ازاي بقى اقدر ان انا احول الخوف ده لقوة او حاجة ان هي تبقى عادية بالنسبة لي؟ اول حاجة ان انا احب نفسي اكتر، اعرف ان قيمتي مش متوقفة على رأي الناس، مش عشان ما عملتش الحاجة الفلانية للشخص ده وقال عليا حاجة مش حلوة ان دي خلاص دي حياتي ودي قيمتي. تبدأي تختاري نفسك شوية وتعرفي قيمة نفسك. لما تتقبلي نفسك بالكامل، الرفض مش هيكسرك او ان هو هيخليك انك تكرهي حياتك. هتبصي هتلاقي ان هو مجرد تجربة، مش نهاية العالم. لما حد مثلا يقولك لا انت مش هتكوني متوافقة معانا او اللي انت مش هينفع تتقبلي معانا في الشغل ده، دي مش نهاية العالم. هي عايزة اقولك ان كلنا جوانا خوف من الرفض، وكل الناس مرت بتجربة فيها خوف من الرفض أو الفشل. ولكن القوي والشجاع بس هو اللي بيقدر يحول العدو ده اللي هو الرفض لصديق من خلال الحب مش الحرب. لما تتصالحي مع خوفك هتعرفي انك مش محتاجة يعني ترضي الكل. كل اللي انت محتاجاه انك ترضي نفسك وتخلي نفسك ليها قيمة وليها يعني تعزيز كده قدام الناس. كده هو ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، كونوا بخير، الى اللقاء.